10 ديسمبر 2022 الحكم صفر نهاية الماتش، والصفارة دي نزلت على الملعب زي البرق. البرتغال خرجت من البطولة قدام العالم كله. كريستيانو رونالدو بينهار من العياط وراسه في الأرض. المهاجم البرتغالي كان بيودع كأس العالم. لاعب كسب كل حاجة تقريبا، كسب 5 شامبيونز ليج وكسب 5 بالون دور، وعلى بعد خطوة من ال1000 هدف. على مدار أكتر من 10 سنين كريستيانو كتب اسمه في تاريخ الكورة، ومع ذلك في الليلة دي عرف قد إيه اللعبة دي ممكن تبقى قاسية. ومع كل ده الاستسلام عمره ما كان منطبع، رغم الشكوك حوالين سنه وحالته البدنية وحتى شغفه إنه يكمل. البرتغالي رجع فعلا، رجع لمحاولة أخيرة، فرصة أخيرة، معركة أخيرة هيحاول فيها يحقق أجمل أحلامه. وصدقني في احتمالات كبيرة جدا إن ده يحصل، وتعالى نكتشف الفصل الأخير. البرتغال عمرها ما كسبت كأس العالم رغم وجود لعيبة عظيمة زي إيزابيو ولويس فيجو وآخرهم كريستيانو رونالدو. الشعب البرتغالي عمره ما عاش لحظة التتويج ببطولة وطنية. في اليوم ده رونالدو وزمايله ادوا بلدهم الفرحة اللي كانوا مستنيينها من سنين. وبعدها ب3 سنين في 2019 البرتغال كسبت اليورو. في خلال 3 سنين بس البرتغال اتحولت من منتخب من غير ألقاب لمنتخب بطل. لكن في الحقيقة كان لسه ناقصهم خطوة أخيرة، كأس العالم. بطولة تودي البرتغال لمستوى تاني خالص. وكأس العالم في تاريخه 8 منتخبات بس قدروا يكسبوا أغلى وأهم بطولة في العالم. وأي حد يقدر يجيب أول كأس عالم لمنتخبه هيدخل التاريخ البلد للأبد. وده تحدي أخير يليق بحجم كريستيانو رونالدو، وخصوصا إن المرة دي الفريق اللي حواليه استثنائي فعلا. في كل مركز هتلاقي لاعبين مميزين. القايمة كبيرة وهرجع لها بعد شوية، لكن المهم إن الصورة واضحة جدا. عمر كريستيانو ما كان عنده فرصة أفضل من دي. بالمناسبة آخر بطولة أوروبية كبيرة كانت من نصيب البرتغال كانت 2025 قدام أسبانيا. وبالمناسبة المنتخب ده اللي بيتقال عليه أكبر مرشح للفوز بكأس العالم. المهم البرتغال منتخب قوي، ومع دخول كأس العالم وعلى الورق البرتغال منتخب يرعب. خلينا نبدأ. في حراسة المرمى دييجو كوستا لاعب بورتو، يمكن مش أشهر اسم في القائمة لكن يفضل حارس كويس وعنده خبرة دولية كبيرة جدا. وفي قلب الدفاع هتلاقي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي، وجونزالو لاعب سبورتينج. وهنا بنتكلم عن قوة في قلب الدفاع. وعلى الأطراف في نونو مينديز ودالوت. فاحنا بنتكلم عن خط دفاع ممتاز، وخصوصا نونو مينديز اللي من غير أي نقاش واحد من أفضل لاعيبة العالم في مركزه، إن ما كانش الأفضل. بعد كده نوصل للسلاح الأقوى في منتخب البرتغال، ومن وجهة نظري افضل خط وسط في البطوله: فيتينيا، جواو نيفيز، برونو فرنانديز. احنا هنا بنتكلم على مستوى عالمي حقيقي بين الثنائي الباريسي وخبره لاعب مانشستر يونايتد. الموضوع بسيط، مفيش منتخب في العالم احسن من كده. ولو ال3 دول لعبوا باحسن مستوى ليهم فالبرتغال هتبقى مرعبه. اما الهجوم مش نفس قوه خط النص بس برضه مش ضعيف. ونبدأ مع رافائيل لياو لاعب ميلان، هو لاعب كويس. واليمة التانية عندنا برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وهو في أفضل أيامه. قليل جدا من اللعيبة اللي يقدروا ينافسوه، وهيكون عنصر أساسي جدا في هجوم البرتغال. وبعدين نوصل لكريستيانو رونالدو، آخر مرحلة في الهجمة، راجل منطقة الجزاء، اللاعب اللي هيشيل الحمل كله إنه يخلص الهجمة أول ما الفرصة تيجي. وطبعا لسه في لعيبة كتير ممكن يكون ليهم دور مهم في البطولة زي جواو فيليكس وجونزالو راموس وروبن نيفيز وغيرهم. على الورق البرتغال منتخب بيخوف، ودلوقتي بقى عليهم يثبتوا ده جوه الملعب. وبعد ما قلنا التشكيلة جه الوقت نتكلم عن المشوار اللي مستني البرتغال في كأس العالم. النسخة دي من كأس العالم هيشارك فيها 48 منتخب، وده معناه حاجات تانية، إن المنتخبات المتأهلة هتلعب مباريات إضافية بعد دور المجموعات. أما في بداية البطولة فالبرتغال هتواجه الكونغو وأوزبكستان وكولومبيا. وبصراحة الكونغو وكولومبيا مش منتخبات ضعيفة، لكن الفرق المستوى بينهم وبين البرتغال واضح. ومش صعب نتخيل البرتغال وهي متصدرة مجموعتها. لكن اللي يهمنا فعلا هو اللي بعد كده. وأحب أوضح إن الماتشات اللي هنتكلم عنها مجرد توقعات هي الأوقع، لكن مفيش أي حاجة مؤكدة. كل حاجة هتعتمد على النتائج وتطور البطولة. ولو البرتغال أنهت البطولة دي في المركز الأول ففي دور ال 32 هتواجه منتخب صاحب المركز الثالث. والمرشحين المحتملين هما النمسا أو تركيا أو الإكوادور. ومرة تانية على الورق ولا مباراة من دول مفروض تكون صعبة. وطبعا لازم ناخد بالنا احنا بنتكلم عن كأس العالم، والمفاجآت دايما واردة، والمفروض الأمور تمشي بشكل كويس. لكن من ربع النهائي كل حاجة هتتغير. ولو البرتغال وصلت لربع النهائي فأقرب منافس ممكن تقابله هيكون الأرجنتين، ومواجهة أخيرة بين ميسي وكريستيانو. ولو المهاجم البرتغالي عايز يحقق كأس العالم فلازم يعمل ده على حساب منافسته لميسي في ماتش واحد.
وبصراحة من الصعب جدا تتوقع نتيجة ماتش زي ده، لكن خلينا نفترض ان البرتغال كسبت. وقتها البرتغال هتوصل للنص النهائي والدوافع هتكون كبيرة، وهيحتاجوا الدافع ده فعلا، لان المنافس الجديد على الاغلب هيكون يا فرنسا يا البرازيل. وسواء ده او ده فاحنا بنتكلم عن تحدي صعب. تمن الوصول للنهائي هيكون قاسي جدا، لكن مفيش طريق تاني، دي هي طبيعة البطولة. ولو البرتغال حققت فوز جديد فهيكون انجاز عالمي، لكن بعد الوصول للنهائي هيبقى لازم على اللاعبين البرتغال يكملوا المشوار، والمرة دي بنسبة كبيرة هيكون يا اسبانيا يا انجلترا، واللي غالبا هيكون طريقهم اسهل. زي ما قلت، نهائي كاس عالم هو الحدث اللي بيحصل مرة في العمر، وفي الحالة دي هيكون اول نهائي في تاريخ البرتغال. ولو المستحيل حصل فعلا وبعد 20 سنة من اول كاس عالم ليه كريستيانو رونالدو يحققه اخيرا آخر وأكبر إنجاز في مسيرته بعد خسارات متتالية من 2006 لحد 2022. بس خلينا أكون صريح، سواء كنتم من جمهور كريستيانو أو لا، هي هتبقى قصة جميلة جدا. في سن 41 وبعد 4 سنين من تتويج منافسه الأبدي ميسي، البرتغالي هو كمان هيكتب اسمه في سجل العظماء كبطل للعالم. وبعيدا عن رونالدو نفسه، فالبرتغال أول مرة في تاريخها هتبقى بطلة العالم بعد كم كبير من الهزائم في البطولة دي، وبعد أجيال من الأساطير اللي مروا على المنتخب. البلد اللي مساحتها صغيرة والكبيرة جدا بتاريخها هتبقى أخيرا من أبطال العالم. وفي الوقت اللي بكلمكم فيه، حاجة زي مواقع المراهنات بتصنف البرتغال كسادس أكبر مرشح للبطولة، لكن هنشوف. وفي كل الأحوال ميعادنا يوم 11 يونيو مع مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، وبعديها يوم 17 أول ماتش للبرتغال قدام الكونغو. هل كريستيانو هيبدأ أساسي ولا لأ؟ هنعرف وقتها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة لحد دلوقتي، ولو الموضوع عجبك اعمل اشتراك واستنى فيديوهاتنا الجاية عن كأس العالم. احنا مخططين ننزل أكتر من فيديو خلال الأسابيع الجاية، فشكرا جدا مرة تانية، وأتمنى لكم كأس عالم ممتع. سلام.